في ليلة جهنمية على أهل قرية مصرية، صحي الأهالي على صوت صراخ رهيب. صراخ كان بيتردد صدى في كل مكان تقريبا، خاصة إن القرية هادية تماما. الناس صحيت مفزوعة، كل الرجالة فتحت بيوتها وطلعت تجري. واحدة ست بتصرخ، وده شيء مثير لكل مشاعر النخوة في الرجالة، بالأخص رجال القرية المصرية. خرج الناس يبصوا بخوف وتوتر على مصدر الصراخ، وظهر المصدر. واحدة ست شايلة بنت صغيرة على ايديها، وعمالة تصرخ بهستيريا. دقايق من الصراخ لحد ما قالت كلمتين فجروا بركان من الغضب. بركان خلى كل واحد جري على بيته، جاب سلاح واتجه ناحية المقابر، بالأخص ناحية بيت أبو سريع. ومن هنا بدأت الحكاية. الزن على الودان أمر من السحر، ده اللي كانت بتعمله مرات أخو زوجي. زن من النوع القاتل، زن يخليك تنفذ اللي بتقوله بس علشان ترتاح منها. يوميا مشاكل بيني وبين زوجي، هو عايز يخلف تاني وعايز ولد، وأنا ما خلفتش غير بنت، وكل حاجة وقفت على كده. وزوجي كان من العقليات المريضة، العقلية اللي فاكرة إن اللي ما خلفش ولد فهو لا يصلح إنه يكون راجل زي باقي الرجالة. بعد ما خلفت بنتي بسنتين بدأت المشاكل والمعايرة، شايفني ست زي الأرض البور. جبت البنت ووقفت على كده، وتطور الأمر أكتر وأكتر للمعايرة قدام الناس والضرب والإهانة كمان، خاصة لما بنتي وصلت لسن السنتين. علشان كده مرات أخو زوجي كانت بتزن من يوم بداية المشاكل إني أروح لأبو سريع، وده شخص دجال والبلد كلها عارفة كده، حتى إنه ما بيقدرش يمشي في البلد من كراهية الناس ليه. بس هي كانت بتأكد إنه معمول ليا سحر، والسحر ده اللي مخليني مش عارفة أخلف تاني. وكوابيسي هي أكبر دليل إني معمول لي سحر، وسحر قوي كمان. ومن شدة الإصرار منها والمشاكل قررت إني أروح زيارة لأبو سريع. أبو سريع اللي كنت بقول عليه دجال في يوم من الأيام. رحت أنا وهي لزيارة أبو سريع، كان عنده بيت صغير مكون من دور واحد عند المقابر. رحنا له بالليل علشان محدش من أهل البلد ياخد باله وتبقى مصيبة. خبطنا على الباب وفتح لنا بنفسه، راجل عجوز عامل زي الهيكل العظمي، نظراته وقحة جدا، بيسلم ويبص عليا بطريقة فجة. طريقته خلتني أبصله بكل قرف واشمئزاز. لقيته بيرحب بمنيرة جدا، ومنيرة هي مرات أخو زوجي. استغربت من ترحيبه بيها، بس فهمت بعدها إنها زبونة عنده، وفهمت هي زبونة ليه. هي كمان عندها مشكلة، ابنها الصغير مات من فترة طويلة، وهي ما خلفتش من بعدها. بس زوجها كان عاقل عن زوجي، وما كانش بيعايرها خالص. طلب أبو سريع وقتها إن أحكي له حكايتي كاملة. قلت له إني من وقت ما خلفت جويرية وأنا مش عارفة أحمل تاني، وإني بشوف كوابيس كتير جدا، وفي كابوس منهم بيتكرر كتير. بشوف نفسي واقفة في مكان مليان فراخ كتير، وكل شوية يدخل شخص يلم البيض من تحت الفراخ ويجي عندي يلاقي البيض متكسر، فيقوم يضربني بعصاية على جسمي ويمشي. الحلم ده اكتر حلم بيتكرر معايا. وكمان قلت له على اللي بيعمله جوزي معايا من اهانة وضرب وتجريح علشان مش عارفة اخلف تاني. لقيته بدأ يبرق زي المجانين ويقول حاجات مبهمة. قرب منه وحط ايده على صدري، حسيت بخوف منه، بس للأسف ما قدرتش اشيل ايده خالص غير لما خلص. بعدها رجع مكانه وقال لي معمول لك عمل سفلي، والعمل اتربط ببنتك. وقتها اتخضيت وضربت على صدري بقوة وانا بقول يا لهوي بنتي. رد عليا وقال ايوه بنتك، طول ما هي عايشة مش هتعرفي تخلفي تاني، لان العمل هيفضل يأثر فيكي طول ما بنتك بتتنفس، واستحالة تخلفي كمان. رديت عليه وقلت له طيب والحل ايه يا شيخ؟ قال لي مفيش اي حلول اطلاقا. حسيت وقتها بخوف رهيب، هفضل كده ازاي؟ ده انا لو ما خلفتش بعد سنة كمان هيطلقني. ومن خوفي جريت ومسكت ايده وانا بترجاه، شوف لي حل يا شيخ وانا هعمل اللي تؤمر بيه. لقيته ابتسم ابتسامة شيطانية وهو بيبص لجسمه وقال هتنفذي اللي هقولك عليه بدون اي تردد؟ قلت له هنفذ يا شيخ مهما كان التمن. قال لي تيجي ببنتك بعد اسبوع، وتيجي انتي وهي وبس. ومشينا من عنده وانا قلقانه قوي على موضوع بنتي ده. طمنتني منيره وفهمتني انه هيحلها، واني على اخر السنه هكون مخلفه كمان. كلامها طمني مؤقتا. فضلت طول الاسبوع متوتره جدا، كل شويه ابص لبنتي وانا خايفه قوي. وعدى الاسبوع عدى بسرعه جدا علشان الاقي نفسي واقفه قدام بيت ابو سريع انا وبنتي، بعد ما فهمت زوجي ان هبات الليله دي عند اهلي.
وهددت البنت بكل تهديدات الدنيا انها ما تجيبش سيرة لحد على المشوار ده. وعلى الساعة 9 بالليل كنت انا وبنتي واقفين قدام البيت، خبطت على الباب بكل خوف. فتح لنا العجوز الخبيث، بصلي بنفس النظرات الفجة انا وبنتي وسمح لنا ندخل. دخلنا البيت وقعدنا شوية. جه وقعد على الكرسي اللي قدامه مبخرة، وفضل باصص للنار شوية، وكانت الريحة تقيلة قوي. كان بيستخدم بخور غريب جدا، حتى البنت بدأت تاخد نفسها بالعافية. وبدون مقدمات قال لي العمل معمول ومصبوب مع الخرسانة بتاعة المقبرة. قلت له الحل ايه يا شيخ؟ قال لي الحل بسيط، بس اياك ترفضي. قلت له مش هرفض يا شيخ، خلاص مش هرفض. لقيته دخل جاب مفتاح وقال لنا تعالوا معايا. مشينا وراه من غير ما نعترض حتى. خرجنا من البيت ودخلنا لقلب المقابر، المكان الرهيب اللي مهما تكبر وقلبك يقوى فهو ليه رهبة على كل القلوب. ظلام وصمت وخوف، كل ده انا شايفاه وحاساه واحنا عمالين نمشي بين اضرحة القبور. حاسه ان من الاضرحه في عيون بتراقبنا، عيون خبيثه تشبه عيون القذر اللي احنا ماشيين وراه ده. ووقف فجاه قدام مقبره وفتح الباب بتاعها. انا حضنت بنتي من الخوف ورجعت لورا. مسك كشاف ونور جوه المقبره وقال بصيغه الامر العمل معمول جوه المقبره دي، جوه الخرسانه دي، ومفيش غير ان بنتك تنام الليله جوه القبر علشان العمل يتفك. شهقت شهقه عنيفه اول ما سمعت كلامه، وحضنت بنتي اكتر واكتر. لقيته بيكمل كلامه وبيقول لو رفضتي هتعيشي في بؤس طول حياتك، ولو على بنتك ما تخافيش عليها، انا هبقى معاها طول الليل، وهتيجي الصبح تاخديها وتمشي. قلت له مستحيل اعمل كده في بنتي. بصلي بصه نشفت الدم في عروقي. قال لي السحر هيطولك ويطول بيتك كله لو رفضتي، انت خلاص بقيتي قدامه. لقيته نزل المقبره اللي كان فيها التابوت، فتح التابوت وقال لي من جوه ظلام المقبره بنتك هتنام هنا الليله. وانا مش هسيبها خالص. فضلت ابكي وانا مش عارفه اعمل ايه. نزلت وانا بترعش لجوه المقبره ومسكت بنتي سلمتها له بايدي. البنت فضلت تبكي وتقولي انا خايفه يا ماما ما تسيبنيش، بس انا كنت خلاص قررت لازم انهي الموضوع ده للابد. بصيت للتابوت ولقيته متكسر من فوق. قال لي ان ده علشان البنت تقدر تتنفس براحتها، والتابوت هيحميها من اي حشرات في القبر، وانه هيفضل جنب التابوت للصبح. نيمت بنتي جوه التابوت وانا بتنفض، ورحت قافله عليها الغطا. صوت عياطها كان بيقطع فيا وانا حيرانه مش عارفه اعمل ايه. بعدها قال لي امشي من هنا فورا. خرجت اجري من المقابر زي المجنونه. اتصلت بمنيرة بس ما كانتش بترد عليا. رحت بيت امي وجسمي كله عمال يتنفض من قلقي وخوفي على بنتي. كنت قاعده في الاوضه عماله ابكي واترعش، بس ما قدرتش استنى للصبح. قلبي كان هيقف من القلق. قررت الغي الموضوع ياك الدنيا طول. المهم بنتي. خرجت وامي نايمه وجريت على المقابر. كنت فاكره التربه كويس قوي. رحت واتفزعت لما لقيت التربه مقفوله اصلا. ضربت باب المقبره بس كان مقفول. مسكت حجر كبير وفضلت اضرب بكل قوتي، طخ طخ لحد ما الباب فتح. نزلت وجريت على التابوت، بس لقيت كل فتحاته من فوق مسدودة بأسمنت. فتحت التابوت بعد معاناة علشان أشوف الكارثة. بنتي جوه التابوت ميتة، بس ميتة مخنوقة، وشها أزرق وعينيها جحدة. بنتي ماتت. شلتها وجريت على بيت أبو سريع وفضلت أصرخ وأخبط على الباب، بس محدش فتح لي. طلعت من المقابر وانا بصرخ بهستيريا. طلعت اصرخ وانا بقول ابو سريع، ابو سريع قتل بنتي، الحقوني ابو سريع قتل بنتي. وهنا كل اهل البلد مسكوا سلاح وجريوا على المقابر. كله راح ولقوا البيت مقفول، ولما كسروا الباب لقوا الراجل لامم كل حاجته وسايب البيت كله. بدأ اهل البلد يتصلوا على اهاليهم على اطراف البلد علشان يعملوا كمان لابو سريع علشان ما يلحقش يهرب من البلد. وبالفعل ويشاء القدر ان الراجل يتمسك وهو على اول البلد المجاورة، وتيجي اخبارية للاسم علشان تتحرك هو للبلد وتمسك الراجل قبل ما الاهالي يقتلوه علشان نكتشف الطمة الكبرى. تخيلوا ان منيرة لما ابنها مات عرفت من الدكتور ان عندها سرطان في الرحم كمان، وراحت عملت عملية واستأصلت الرحم من غير ما تعرف اي حد، وبدأت تحقد عليا علشان عندي بنت،
وهي لأ، وهي اللي عملت لي السحر عند أبو سريع علشان ما خلفش تاني، وعملت سحر لجوزها علشان يحبها وما يشوفش غيرها. بس يا ريتها سكتت على كده، لأ، ده زاد حقدها وهي بتشوف بنتي بتكبر قدام عينيها وهي ما عندهاش ولاد، وزوجها كان تابع ليها في أي حاجة لحد ما قالت له إنها لازم تتخلص من بنتي. بس الموضوع هيحتاج مبلغ كبير علشان الجريمة تبقى بعيدة عنهم خالص، وبدأت تتودد بالفلوس لأبو سريع علشان يقتل بنتي. أبو سريع كان رافض، بس الفلوس أغرته، وهي اللي ابتكرت الفكرة دي بالكامل بعقلها الشيطاني. وبالفعل بنتي اتحطمت في التابوت، وأول ما أنا مشيت هي جت المقابر وسدت فتحات التابوت بأسمنت على بنتي علشان تدخل. وراح أبو سريع اللي كان أصلا كاره البلد علشان ناس هيلم حاجته علشان يهرب. ورجعت منيرة لبيتها علشان تطمن زوجها وتقول له إن كل حاجة تمام، بس أنا رحت بدري ما استنيتش للصبح واكتشفت الكارثة. وقتها أبو سريع ما كانش لسه لحق يهرب، والناس مسكته بسرعة لأنه لو كان هرب ما كانش حد عرف أي حاجة. وفي القسم اعترف بكل ده، واتقبض على منيرة وزوجها علشان يعترفوا بالجريمة كاملة. بس أنا ما قدرتش أستحمل، وعقلي خلاص ضاع مني بعد ما بنتي ضاعت مني. بس قبل ما عقلي يضيع بس قبل ما عقلي يضيع مني كنت ماسكة سكينة وقاتلة جوزي انتقاما لبنتي، جوزي اللي كان أكبر سبب في كل ده، اللي ما كانش راضي بقضاء ربنا. وزي ما البت ماتت هو كمان كان لازم يموت. واتحولت أنا لمصحة أمراض نفسية بعد ما اتقبض عليا، بعد ما قتلت جوزي بعد ساعة من حادثة بنتي، واتحكم على منيرة وجوزها وأبو سريع. وفضي البيت بتاعنا خالص، فضي بسبب الحقد والكراهية والسحر، فضي بسبب عدم الرضا بقضاء ربنا، فضي لأننا ما استوعبناش إننا مجرد أسباب وبس، وإن الخلفة دي في القدر بتاع ربنا، وإننا مش بناخد غير بالأسباب.